لكن احنا جاهزين لأي حد، لو حد اتعدى على بلدنا نقطع رجله ونعرف ندافع عن بلدنا كويس وندافع عن حدودنا كويس. لكن احنا ما احناش عايزين مزايدات من اي حد. اللي بيزايد على مصر ده مصر اكبر منه بكتير. مصر مش هتقع. ونفس الناس ونفس الوجوه كانوا في موضوع سد النهضة، كان ما بيتكلموا ما تنزل تحارب، ما تنزل وكانوا بيجرونا لحرب في طريق سد النهضة. وسد النهضة مصر بتدير الموضوع بجدية واللي هيتعدى على نقطة مية من النيل هيشوف ايه اللي هيحصل وايه الرد اللي ممكن يترد عليه في الوقت المناسب، واللي يقدر يجرب يجي يم حدود مصر يقرب ويتفرج ايه اللي هيحصل فيه. لكن انا بقول الكلام ده علشان خاطر مصر كبيرة وما احناش عايزين مزايدات من حد. ما حدش هيديلنا حاجة لو دخلنا في حرب ووقعنا او استنزفنا اقتصاديا. ما حدش هيديلنا حاجة. ومصر ده طول عمرها بيستنزفوها في حروب، وطول عمرها بيستنزفوها في فتن، وطول عمرهم عايزين يوقعوا البلد دي. لكن البلد دي ربنا حافظها وعمرها ما هتقع طول ما فيها رجالة، وطول ما فيها قيادات بتتعامل بدبلوماسية، وبتتعامل بهدوء، وكل مصلحتها بناء البلد دي. عمر البلد دي ما هتقع طول ما احنا متماسكين وايد واحدة. انا مش هقول لك الوضع الداخلي احسن حاجة، لكن يعني احنا احسن من دول كتير يعني استنزفت اقتصاديا وضاعت في يوم وليلة. وده شفناه بعينينا، وشفناه في العراق، وشفناه في سوريا، وشفناه في ليبيا. واللي حصل في الدول دي ما كانش حصل بالصدفة، لا بمخططات وبأجندات خارجية.